في انتعاشة فنية بتعيشها السينما المصرية الفترة الجاية. يعني يوم 14 هينزل فيلمين، فيلم أسد بطولة محمد رمضان وإخراج محمد دياب وتأليف عيد دياب، محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب. الفيلم ده عبارة عن ملحمة، بصراحة متحمس جدا أتفرج عليه. الفيلم التاني فيلم الكلام على إيه، بطولة بقى كوكبة من النجوم، يعني زي أحمد حاتم، يا سماحة، مصطفى غريب، دنيا سامي، سيد رجب، انتصار، حاتم صلاح، يهان الشماشرجي. صراحة اتحمست جدا للفيلم ده من الإعلان بتاعه، شكله هيكون يعني فيلم حلو. ويوم 18 هينزل فيلم أزامة بطولة أحمد داوود، والفيلم متاخد عن رواية أزامة بطولة الكاتب محمد صادق. ويوم 27 بقى اللي هو أول أيام عيد الأضحى هينزل الوحش الكبير، الفيلم المنتظر بقاله فترة كبيرة جدا، فيلم 7 دوجز بطولة طبعا كريم عبد العزيز وأحمد عز. بصراحة الكام يوم الجايين ده السينما المصرية فيها شوية أفلام حلوة جدا، بصراحة الواحد متحمس جدا. طبعا ما تنساش تقول لي إيه أكتر فيلم متحمس تتفرج عليه. لو عايز تشوفني تاني ما تنساش تعمل فولو، ويلا سلام.